فلذلك كان من الضرورة أن تسد الأبواب على هؤلاء المبذرين، وأن يوجهوا بأن ينفقوا الأموال في الخير لا فيما يعود عليهم بالوبال في الدنيا وفي الآخرة. فكم من مبذر أنفق ماله بلا حساب في هذه الدنيا تحول بين عشية وضحاها إلى فقير يستجدي الناس ويتسول أمام البيوت بسبب عدم مبالاته بإنفاق المال. كم من أناس هكذا. ولربما كان ذلك عاقبة الإمساك أيضا. من شأن الإمساك أن يؤدي إلى الضد، كما يقال بأن لكل فعل رد فعل. قد يكون الإمساك يؤدي إلى رد فعل. نحن نعرف من الأغنياء في قطرنا العماني من كان يعتبر في مقدمة الأغنياء جميعا، ولكنه كان في غاية التقتير وغاية الإمساك، لا ينفق شيئا مما آتاه الله. كان حريصا على جمع الأموال جمعا لا يقف عند حد. وقد رأى في بعض رؤاه المنامية أن الزبانية والعياذ بالله تجره إلى النار، وهاله هذا الأمر، وكان هذا نتيجة أنه لا يعطي زكاة ماله. فجاء وعد زكاة ماله ووجدها أمرا باهظا كبيرا، فبقي مترددا بين أن يريح نفسه في الدار الآخرة لهول ما رآه في منامه، وبين أن يرضي هوى نفسه في إمساك ذلك المال. وأخيرا آثر هوى نفسه ولم ينفق شيئا من ماله. وعندما توفي ورثه أحد ورثته، ورثه حفيد له، وبذر هذه الأموال تبذيرا حتى عاد من أفقر خلق الله تعالى، عاد لا يملك من المال شيئا. وانتهى به المطاف إلى أن انتحر في دولة خليجية قريبة، دولة مجاورة، انتحر نتيجة الضيق الذي أحاط به، لأنه ما بقي في يده شيء من المال قط. انتهى كل ذلك المال. كل فعل كما يقال له رد فعل.